السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد النهارده، واوردر من اوردراتنا اللي احنا متعودين عليها مع بعض. دايما بصور لكم الاوردرات بتاعتي عشان تشوفوا التزيين وطريقة التزيين اللي انت ممكن تعملي في بيتك، او تعملي مشروع، او تعملي حاجة لاولادك. تمام كده؟ هعرفك الوقت تعمليها ازاي، وباقل مجهود هتطلعي تورتيه ولا افخم محل. نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده، ونصلي على رسول الله، ونبدأ مع بعض. اول حاجه طبعا انا عملت الاسبونج بتاعي. طبعا لو عايزين تشوفوا الاسبونج وتشوفوا طريقه الكريمه وطريقه الحاجات دي كلها، ارجعوا في الفيديوهات اللي قبل كده، لان انا مش عايزه اطول عليكم الوقت يعني، والمده بتاعت بتاعه التصوير في حاجات احنا عملناها قبل كده. تمام. انا طبعا عملت الكريم، عملت قطعت التورته ثلاث ديسكات كده. وبعدين بدات ان انا ازينها معاكم زي ما احنا شايفين كده. بدات ان انا احط طبقه سبونج وطبقه كريمه، ومعايا دي فراوله وتفاح كده كنت مقطعاهم قطع صغيره كده. بحب احطها كده احشي التورته بتاعتي، لان التورته دي كانت رايحه للناس عزاز عليا قوي، فقلت لازم اظبطها لهم تظبيطها زي العسل. ما شاء الله كده زي ما انتم شايفين كده. بدات ان انا احط جيلو فراوله عليها كده، على الفواكه بتاعتي. لو عندك مكسرات حطي، لو عندك اللي انت عايزه تحشيه. لو عايزه تحشيها ساده خالص تعمليها ساده كريم شانتيه بس عادي. بدات احط الطبقه التانية، وزي ما احنا شايفين كده مع بعض اهو. حطيت الكريمه بتاعتي، وحطيت برضو الفواكه بتاعتي. دي الطبقه التانية يا جماعه. وطبعا بدل ما احط صوص فراوله هحط صوص صوص المانجا بتاعي، زي ما احنا شايفين مع بعض كده اهو. وبدات ان انا احط الطبقه الثالثه بتاعتي، وهبتدي ان انا لا، انا حطيت شويه سبرينكل بقى كده، يعني بدل المكسرات برضو بيدي طعم حلو. لما تكوني بتاكلي التورته كده بيبقى طعمها جميل. بدات ان انا احط، بصوا التورته دي الجزء الاخير بتاعي، او الجزء او الطبقه الثالثه. وبدات ان انا انا كنت حشت الوش بتاعها بقى عشان ما يبقاش يعني يبقى زفر وكده، ما يبقاش حلو. فشلته. فبدات ان انا ازينها كويس كده زي ما احنا شايفين مع بعض. وباي تب عندك كده، او اي قمع بتاع حلواني عندك كده، وبتبقى اعملي اللي انت عايزاه بقى، الشكل اللي تحبيه او الشكل اللي انت عايزاه. انا بعتكم هنا فكره، وانتم طبعا احسن مني كتير في الافكار يعني. فكروا بقى واعملوا يعني الشكل اللي يريحكم. تمام كده. الاسبونج بتاعي يا جماعه انا عملت 6 بيضات، 6 بيضات، وعليهم نص كيلو دقيق اسبونج، وعليهم معلقه محسن كيك جل، وربع كوبايه ميه، وشويه فانيليا صغيرين. طبعا ضربتهم في المضرب الكهربائي لحد من حوالي 7 دقائق، لحد لما بقت لما بقى عيله معانا ولونه اتغير زي ما انتوا هتشوفوه في الفيديوهات اللي قبل كده لو عايزين تشوفوه. ومعانا برده الكريم شانتيه، عملنا ضربنا لكل كوبايه كريم شانتيه كوبايتين ميه، او كوبايه ونص ميه على حسب نوع الكريم شانتيه بتاعي. وبدأنا زي ما احنا شايفين كده بقى نزين بالقمع بتاعنا كده اهو. نعمل بروزتات صغيره كده. يعني اي قمع معاكي انت عايزه تعملي بيه اشتغلي بيه. بصوا يعني انتوا اعملوا افكاركم، انا بقول لكم على الفكره بتاعتي، او على الشكل الجديد اللي انا عايزه اعمله، او الشكل اللي في دماغي. انتوا لو عايزين، لو حابين تعملوا زيه اعملوا، لو حابين تعملوا اشكال تانية طبعا كل واحد واختياره يعني. بدات ان انا طبعا اقسمها كده 3. كان يعني مش عارفه يعني، قلت عايزه اكتب، عايزه اغير كده، اكتب الاسم في النص كده زي ما احنا شايفين، واكتب في واعمل بقى بسكوتات كده، واعمل يعني فاكهه. مش عارفه يعني، كنت عماله بشتغل كده واشوف انا هعمل ايه بالظبط يعني. ما كنتش عارفه لسه انا انا ناوي اعمل ايه بالظبط. تمام. فدلوقتي بقى بدات ان انا احط الكاكاو بتاعي كده، او صوص الشوكولاته بتاعي كده زي ما احنا شايفين مع بعض كده. طبعا صوص الشوكولاته ده يا جماعه هي قالب شوكولاته كده، وانا مسيحاه بمعلقتين زيت على البوتاجاز. بس الجو برد فهو شد معايا شويه كمان يعني، غير وانا بشتغل بيه، لان انا عاملاه من قبل ما اشتغل في التزيين. بدات بقى ان انا اجيب تفاحه كده، وبدات ان انا اعمل جزء منها، يعني هعمل الجزء ده تفاح كده. وكنت في دماغي بقى ان انا اعمل الجزء التاني ده يبقى بسكوتات وحاجات من دي. بس بقى ما حصلش نصيب ان اعمله بسكوت. هتشوفوا شكله دلوقتي، او انتوا شفتوه في بدايه الفيديو. عملت نفس الشكل اللي انتوا شفتوه في بدايه الفيديو ده. يعني الافكار كتير، وانت بقى اعملي اللي يعجبك انت بقى. طبعا انا قطعت التفاحيه كده شويه يعني، حتت كده قطعت التفاحه نص كده. وبدات ان انا اقطعها قطع قطع كده، عشان يعني قطع صغيره كده بالسكينه، بحيث ان هي يبقى تدي منظر حلو على التورته بتاعتي زي ما احنا شايفين كده مع بعض. طبعا بدات تبقى عندي فراوله برضو، بدات ان انا اقطعها بالطول كده زي ما احنا شايفين، واحطها بالجنب كده. بس لقيتها هتنزل تحت قوي، فقمت وقفتها بقى في نهايه الفيديو. هتشوفوها دلوقتي كده في نهايه الشكل يعني. بصوا اهو، بدأت ان انا اوقفها تاني عشان يبقى شكلها حلو. بصوا اهي. تمام كده. بعد كده بقى جبت فراولايه بقى صغيره كده، وقطعتها طرنشات كده، وبدأت ان انا اعملها زي ورده كده. وبدأت ان انا احطها على على التورته برده بتاعتي زي ما احنا شايفين مع بعض كده.
قطعة تفاح كده برضو قطعتها كده زي وردات صغيرة كده برضو، شكل كده اللي هو بتاع الوردة ده. وبدأت ان انا برضو احطه كده ايه معانا اهو زي ما احنا شايفين كده. وطبعا الحتة اللي هي في النص دي فاضية بقى هبتدي ان انا احط روزيتا صغيرة كده، واحط عليها ايه بسكوتة او اي حاجة بقى انت عايز اللي عندك حطي. انا حطيت مالتزر كده واحدة بس اهي. بصراحة شكلها كده بقى جنان جدا ما شاء الله، شكلها حلو قوي قوي قوي. الجزء التاني ده بقى فضلت محتاره شويه اعمل فيه ايه، اجيب بسكوتات واحطها، ولا اجيب مثلا الشوكليت، ولا اجيب مش عارفه اعمل ايه. والاخر جت الفكره دي بقى في دماغي، حطيت ايه صوص بارت الشوكولاته تاني. تمام كده. وبعدين حطيت عليه ايه اللي هو المالتزر الابيض. هيبقى حلو قوي يا جماعه لو انتوا ايه، لو انتوا عملتم يعني لو انتوا عملتوا الافكار بتاعتي دي هتدي لكم ما شاء الله شكل جميل جدا للتورتيه بتاعتنا، وحلوه قوي قوي قوي. زي ما احنا شايفين كده بدات ان انا بقى ايه اجيب، كنت لسه برضو بقول بسكوتات ولا ايه ولا سبرينكل ولا حاجات من دي. جبت بقى المالتزر وعملته كده، وكان عندي شوكولاته كنت عاملاها في لعب كده، شوكولاته كنت عاملاها في في الفريزر. رحت جبت بقى كام لعبه كده، وبدات ان انا احطهم كده ايه عليها، او كام شكل كنت من اللي انا كنت عاملاهم كده. وبدات ان انا احطهم عليها في النص كده زي ما احنا شايفين اهو. كان عندي شوكولاته بيضه وكنت عاملاها لعب كده وعاملاها في الفريزر. هبقى باذن الله اعمل لكم فيديو عن موضوع اللعب ده كده، وتعمليه من غير ما تجيبي الورقه ترانسفير او اي حاجه. تعملي بيه ايه، تعملي اشكال حلوه بيه. في يونكات بقى وحاجات كتير يعني حاجات كتير بتبقى بالشوكولاته دي يا جماعه، لعب فيها كتير زي ما احنا شايفين كده اهو. بدات بقى ان انا اكتب في الحته اللي في النص دي بقى الاسم بتاع مين، بتاع صاحبه الاوردر او صاحبه التورته بتاعتنا. ماشي. جبت بقى ورقه صغننه كده، وبلفها زي قرطاس صغير خالص كده اهو بكتب بيه. يعني مش لان انا جيت اكتب بالسرنجه والحاجات اللي هي بتاعه التورت دي ما كانتش معايا حلوه خالص، وكانت بتنزل كتير. تنزل مش عارفه ايه، اجي املاها مش عارفه. ما كانت بصراحه ما ظبطتش معايا. اللي هي الحونه بتاعه الكتابه دي ما ظبطتش معايا خالص. ان شاء الله باذن الله نبقى نجيب قوالب سيليكون من اللي هي الجاهزه دي بتاع الحروف دي، وان شاء الله باذن الله ابقى اعملها بيه. بتدي منظر برده حلو قوي. بدات ان انا احط بقى سبرينكل صغير كده على الجناب كده اهو. كان لونه فضي كده شكله جميل جدا زي ما احنا شايفين مع بعض. وكده بقى التورته بتاعتنا خلصت اهي زي ما احنا شايفين، جميله جدا. بصوا بقى انا بجيبها لكم من جميع الجهات. انا جبت تريب كده وقمت عامله بيه قمع كده صغير، وقمت عامله بيه تريبات كده من الجنب كده ايه، زي ما احنا شايفين كده ايه، بالشوكولاته كده. ادت منظر جميل جدا وشكلها حلو قوي 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 زي ما احنا شايفين كده مع بعض. وصاحبتها بصراحه شكرت فيها جدا جدا جدا، وقالت لي بجد تسلم ايدك يا ام دنيا وجميله وعجبها قوي قوي قوي. لو عجبكم الفيديو بتاعنا بقى ما تنسوش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.